ما تخليش الا طاحت الشتا وانت كتكولي البيطون. الا كانت غير رشات خفيفه كمل وخليك كتراقب السطح. المشكل كيبدا ملي كتقوى الشتا، هنا خاصك توقف فورا، حيت الماء اللي كيجري فوق البيطون هو باقي طري كيزيد نسبة الماء مع السيما الغابور او سيمون، يعني كيخفف العجينه وكيوقع عندنا واحد ليسيفاج ولا سيغريغاسيون وكيخلي فراغات بحال هذوك ديال الندابعي. السطح كتمشي ليه الكثافه ديالو وكيضيع التلاحم ديال البيطون مع الحديد، ولا طوال الوقت ديال التوقف وحنا ما كناش مهيئين مزيان كتلقى راسك درتي واحد الجوان فخوا ما بين البيطون القديم والجديد. شنو الحل؟ الحل هو تغطي هذيك البلاصه بالبلاستيك مزيان، تحول مجرى الماء باش ما يضربش السطح ديالك. ملي تسالي الشتا كتحيد واحد لي طونس ضعيفه، هذيك اللي كتكون واحد الطبقه بيضاء فيها السيما والماء فوق البيطون. ابخي كتفحص السطح واش صلب ولا لا، ومن بعد يا اما كتكمل الكولاج ديالك بالفيبراسيون يا اما كتحاول تخشن شويه هذاك السطح اللي عندك ديجا، كتنقيه من الغبره، كدير واحد الباربوتين واحد العجينه رقيقه باش تكولي ليك وتشبت ليك هذيك الطبقه القديمه ديال البيطون مع الطبقه الجديده.